الحالة الأولى كانت في الدقيقة السادسة من زمن المباراة. نشاهد الإنذار اللي حصل عليه لاعب نادي الهلال جوستاف بوليفير رقم 88. كانت بطاقة مستحقة. جوستافو بوليفار. نعم كانت بطاقة مستحقة للتهور في ركل المنافس. اوكي. طبعا نشاهد الإعادة. لا واحدة كذا. اوكي نرجع نشوف الإعادة. تفضل. طبعا الإعادة الحالة. تفضل. طبعا ركل المنافس بتهور وفيها ايضا سلوك غير رياضي، فبالتالي حصل على بطاقه صفراء، وكان قرار الحكم صحيح في هذه اللعبه اللي تمت من لاعب نادي الهلال. اوكي. الدقيقه 22 نفس اللاعب ارتكب مخالفه. سنشاهد ايضا عمليه ركل بتهور وسلوك غير رياضي من اللاعب. كان مفترض في الدقيقه 22 من زمن المباراه يحصل على البطاقه الصفراء الثانيه ويتم استبعاده من المباراه، اللي هو اللاعب جوستاف. لاحظ عملية التهور في اتجاه دخوله على المنافس، وبالتالي كان مفترض انه يحصل البطاقة الصفراء الثانية، لكن الحكم المفروض يطرد في هذه. يطرد في الدقيقة 22 من زمن المباراة، لكن الحكم نبه على اللاعب ومخالفة واضحة لا تستوجب التنبيه، تستوجب البطاقة الثانية مباشرة في الدقيقة 22. دقيقة 35 سنشاهد ايضا مخالفة من مدافع نادي النصر رقم 2 محمد حسين. 35 عفوا 35 محمد حسين. طبعا في تهور من اللاعب. كان مفترض انه حكم المباراه يمنح البطاقه الصفراء للاعب نادي النصر محمد حسين. سنشاهد المخالفه اللي تمت من اللاعب بالاعاده. عمليه لاحظ الدعس على قدم المنافس من الخلف، فيها تهور يستوجب البطاقه الصفراء. رغم انه الحكم احتسب الركله الحره كان قرار صحيح، لكن البطاقه الصفراء كانت تستوجب من حكم المباراه. حالة أخرى في الدقيقة 38 زميل وليد سنشاهد. طبعا كان في سقوط لحسين عبد الغني من ياسر الشهراني. كانت مخالفة عرقلة فقط، لا تستوجب البطاقة الصفراء، ولكن ركلة حرة مباشرة للإهمال من لاعب نادي الهلال. لاحظ القدم على الأرض وعرقلة واضحة لا تستوجب بطاقة صفراء، ولكن سقوط حسين عبد الغني يوحي انه هناك مخالفة. رجله الثانية يعني كانت هي المخالفة كان فيها تهور من اهمال من اللاعب ولا تستوجب بطاقة صفراء. حالة أخرى ماشي. الدقيقة 58 هذه الحالة نشاهد دخول اللاعب محمد السهلاوي مع لاعب نادي الهلال سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء. لاحظ مهاجمة المنافس، قام بعملية مهاجمة، وكانت القدم مدافع نادي النصر على قدم لاعب نادي الهلال داخل منطقة الجزاء. لاحظ عملية الدعس اللي حصلت من اللاعب وعرقلة داخل منطقة الجزاء. كان مفترض حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 58 من زمن المباراة. لاحظ قدم مدافع نادي النصر. الحكم كان قريب، لكن للأسف الشديد لم يتخذ القرار الصحيح في هذه الحالة. لاحظ اللاعب اتجه على قدم المنافس ولم يتجه للكرة، وبالتالي كان في إهمال من محمد السهلاوي وركلة جزاء لم تحتسب لنادي الهلال. حالة أخرى في الدقيقة 71 وقتها صعب بعد. نعم وقتها بدري يعني كان ممكن تغير نتيجة المباراة. نعم. نشاهد هنا عملية احتكاك حصلت بين من لي بيونغ مع عبد الله العنزي حارس مرمى نادي النصر. كانت المخالفة فقط تستوجب بطاقة صفراء، ولا عفوا كانت تستوجب ركلة حرة، لا يوجد أي تهور من اللاعب. لاحظ عملية اللاعب بحث عن الكرة. نعم. والحالة كانت تستوجب فقط مخالفة ركلة حرة مباشرة. أوكي. لاحظ وفعلا الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة. الحالة الأخيرة زميل وليد كانت في الدقيقة 85 من زمن المباراة. سنشاهد أيضا سقوط لياسر القحطاني مع هذه كان عليها ضجة كثيرة من المدافع محمد حسين داخل منطقة الجزاء. نلاحظ عملية العرقلة اللي حصلت من مدافع نادي النصر محمد حسين داخل منطقة الجزاء. سنشاهد الحالة بالبطيء. عملية العرقلة حصلت من المدافع محمد حسين في الدقيقة تقريبا 86 من زمن المباراة. كان مفترض أيضا حكم المباراة أن يحتسب ركلة جزاء لنادي الهلال. نلاحظ ارتداد الكرة، وهنا عملية العرقلة اللي حصلت. لاحظ القدم. لاحظ الآن محمد حسين قام بعملية عرقلة لياسر القحطاني داخل منطقة الجزاء. وفي لقطة هذه طبعا الحالة نشاهدها أمامنا الآن في إعادة أخرى واضحة عملية العرقلة. لاحظ قدم محمد حسين رقم 2 مع ياسر القحطاني، القدم اليسرى مع القدم اليمنى مع القدم اليسرى، وبالتالي كان مفترض يحتسب ركلة جزاء. حكم المباراة